ملكة أسيوط وتمثالها الضخم. تمثال العذراء مريم في ديرها بدرونكا بأسيوط هو أطول تمثال برونز في مصر، ارتفاعه حوالي 9 متر وعرضه 4 متر ووزنه بيوصل ل10 طن. كل ده فوق قاعدة حوالي 15 متر وفوق مبنى ارتفاعه 25 متر. صاحب فكرة بناء التمثال هو الأنبا يؤنس رئيس الدير وأسقف أسيوط وتوابعها، وانبهر الكثير من زوار الدير بالتمثال وبضخامته، وخصوصا مع اقتراب حفلات الدير اللي حظى بأكثر مدة مكثت فيها العائلة المقدسة في مصر بعد هروبها من فلسطين من بطش الملك هيرودس. وقال كمان الأنبا يؤنس إن فكرة بناء التمثال تراوده من زمان، من ساعة ما كان بيزور لبنان لأكتر من 15 أو 16 مرة، وجمع معلومات كتير عن التمثال وعرف إنه مصنوع من البرونز الخالص الذي لا يتغير، وقام بالتواصل مع الدكتور جرجس الجولي واللي هو رئيس قسم النحت في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. وقام بسبك التمثال أخوين عراقيين هما أنس وصهيب الألوسي، وتم سبكه من البرونز في أكبر مسبك للبرونز في مصر. وقام بنحت التمثال هو الدكتور جرجس الجولي، واستعان ب3 مساعدين، 2 عمال وطالب، واستهلك التمثال حوالي 50 متر مكعب من الفوم وأكثر من 200 متر مكعب من الفوم السائل. وتم نحت النموذج الأصلي من خامة الفوم على جزئين، ثم تقطيعه لأكثر من 20 جزء ونقله لأكبر مسابك في القاهرة لعمل قالب ليه، والذي استغرق أكثر من 3 أشهر. وتم وضع التمثال في واجهة الدير، وده ضمن خطة تطوير مسار العائلة المقدسة في مصر، وسيكون واضح للرؤية سواء من داخل الدير أو خارجه، وذلك نظرا لارتفاعه. وقال كمان الأنبا يؤنس إنه سيتم عمل لاندسكيب مميز يتناسب مع أهمية التمثال الذي سيصبح أهم أيقونات للسيدة العذراء. وأعلن عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط أن هذا التمثال واحد من أهم المشروعات الاستراتيجية والحضارية والثقافية والدينية، واللي شهد بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية البابا تودروس الثاني. ودي كانت حلقتنا عن التمثال الملكة بأسيوط، وكان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.